أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد هو أوسط باب الجنة. أقول أيها الكرام، لمن ما زال والده على قيد الحياة، اعلم يا رعاك الله أنك ما زلت على قيد الحياة، أنك ما زلت تحمل جبلا تحتمي به، لكن هذا الجبل لا يدوم، فلكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. والله أيها الكرام، لا يعرف قيمة الوالد إلا من رحل والده. كنت أجهز لخطبة الجمعة الماضية وأنا أكتب وأجهز تلك الخطبة، جاءني خبر رحيل والدي، ورحل إلى الله سبحانه وتعالى. والله أيها الشباب، أنني لم أقوى أن أقف على المنبر، رغم أنني وقفت عليه مئات المرات، إلا أنني لم أقوى أقف على هذا المنبر. فرحيل الوالد هو رحيل الحياة، جميل في الحياة. فليتك لو بقيت لضعف حالي وكان الناس كلهم فداك. يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. ما دمت حيا لست أنسى عندما أقصاك ليل القبر عن أحضاني. إن كنت لا أقوى بعدك ليلة، كيف السبيل لمقبل الأزمان؟ أبتي وحيدا سرت تحت الترب في قبر بعيد ضائع العنوان. أبدا، فقد جاورت ربا شاكرا يجزيك روضا من رياض جناني. وأنا الوحيد هنا وفوق الترب لا سند يعين ولا أنيس داني. رحل الذي لا يغمض الجفن الكليل له إذا دمعت أسا أشفاني. رحل الذي يبكي بلا دمع إذا سمع الأنين يجول في وجداني. رحماك ربي ليس غيرك عاضدي في محنتي بمهامة الأحزان.